النهارده يا جماعة هنتكلم على مشروع المظلات والبرجولات لو حضرتكم عارفينها. المظلات دي يا جماعة في كذا نوع منها. ممكن حضرتك مثلا احنا النهارده شفنا لكم النوع ده حاجة جديدة، ويعني ايه لسه موجودة جديد، وبعدين في نفس الوقت سهلة التركيب وسهل جدا اللي حضرتك تعملها. خلي بالكم يا جماعة المشروع جميل جدا لو حضرتك عملته، او مثلا حضرتك عندك اي مكان او اي مساحة عايز تعمل لها مظلة، تقدر حضرتك تعمل الفكرة الجميلة دي. عبارة عن علبة تقريبا 4x4 او 6x6، وبتبقى مفرغة من جوه زي ما حضرتك شايف كده وبيبقى فيها اللي هو العجل اللي هو بيحرك العلبة. وزي ما حضرتك شايف كده بعد ما بيركب بيقوم ايه، حضرتك بتقدر اللي انت تفتح المظلة دي وتقفلها. يعني هي قابلة للفتح وقابلة للقفل، وفي نفس الوقت عملية. حضرتك النهاردة عشان تشوف مظلة زي ديت فيها هتلاقي اللي بيتكلم في 30 و50 ألف، وهتلاقي أرقام خيالية. كمان بالنسبة للبرجولات، حضرتك البرجولة النهاردة عشان تيجي تعمل برجولة، حضرتك لو اتصلت بأي رقم تليفون عشان تيجي تعمل برجولة هتلاقي برضو يعني أرقام خزعبلية. اللي يقول لك برضو 50 واللي يقول لك 60، يعني يوم ما هتلاقي حاجة ب 35 أو ب 40 ألف. طب ليه؟ أنا جايب لك برضو فكرة حضرتك تقدر تنفذها بالنسبة للبرجولات. شايفين حضراتكم الزاوية دي؟ الزاوية دي حضرتك اهي بتتعمل كده زي ما حضرتك شايف كده وبتبتدي اللي انت تحط الخشب بتاعك كده زي ما حضرتك شايف. تمام. وبتبتدي اللي انت يعني ايه تعمل البرجولة بتاعتك. انت بس كل اللي عليك اللي انت هتروح عند اي حداد هتقوم عامل الايه اللي هي الزاوية دول زي اللي حضرتك شايفها كده. تمام. بعد كده بتجيب الخشب وتاخد المقاسات بتاع المكان، المتر يعني مثلا المقاس بتاعك كام متر مربع، بتاخد المقاس والزاويه دي يعني بتحط الخشب عاشق ومعشوق. بس كده خلاص البرجوله اتعملت وركبت. اما بعد كده بقى الفنيات الصغيره دي صدقوني يعني دي حاجات فنيات صغيره جدا. افكار مشاريع اهي يا جماعه، وافكار كمان مش مشاريع بس. يعني انت حضرتك حتى لو عندك مكان وعايز تعمل له مظله، حضرتك تقدر تعمله بالطريقه اللي انا قايلها لحضرتك دي. الموضوع كله يا جماعه بقى مش في البرجولات او مثلا مش في المظلات او في اي حاجه. اللي عايز يعمل مشروع او اللي عايز يفكر في فكره ويعملها متوقف عليه هو. اهم شيء اللي حضرتك تستثمر في نفسك. حضرتك اللي هتنجح اي مشروع ايا كان هتنجحه ازاي؟ حضرتك لو اقتنعت بالفكرة بتاعتك صدقني هتنجح. كل اللي مطلوب من حضرتك بس هو السعي، اللي حضرتك تسعى، لان مع السعي ده ربنا هيرزقك. اساسا انت انسان مخلوق للسعي. يعني احنا كبشرية احنا مخلوقين عشان نسعى، والسعي هو العبادة. حد هيقول لي طب ازاي السعي هو العبادة؟ ايوه حضرتك، ما انت لما بتسعى وبتشتغل بتبتدي اللي انت تبني بيت، بتبتدي اللي انت تتجوز، بتبتدي اللي انت تشغل ناس، بتشغل عمال، بتشغل الدنيا. الحياة دورة الحياة كلها هتلاقيها بتمشي مع السعي. بس حضرتك اسعى. فكر بقى في اي مشروع، يعني مشروع زي اللي انا قلته لحضرتك فكر فيه وابتدي اللي انت تشتغل فيه وابتدي اللي انت تسعى فيه. صدقني ربنا هيكرمك لو انت اقتنعت بيه وفعلا يعني اديته الشغل حقه. يعني مشروع زي كده لو حضرتك فعلا دخلت على الانترنت وابتديت اللي انت تبحث عنه وتبتدي اللي انت تشتغل عليه، هتلاقي نفسك هتطور من نفسك وهتعمل حاجة احسن من اللي انا كمان عاملها دلوقتي. ان شاء الله الحلقة الجاية هكلمكم على التجارة على الانترنت. ازاي ان انت تجيب منتج وتتاجر على الانترنت وانت قاعد في بيتك. ازاي ان انت تشتغل في التجارة الالكترونية وحضرتك قاعد في بيتك. تحياتي للجميع.